أهلا. البودكاست اسمه ندوب. البودكاست مهتم بالأفكار اللي بتكون ملفتة في كتب الفلسفة وعلم النفس. غالبا الكتب بتبقى بالإنجليزي واحنا بنوصلها بالعربي، أو ممكن كتب عربي ما تكونش في الضوء قوي. طيب الحلقة دي أنا هتكلم عن الديفنس ميكانيزم أو الآليات الدفاعية اللي الإنسان بيستخدمها. كلامي كله من اللي هو NCBI اللي هو National Center for Biotechnology Information، من ال APA ومن سبرينجر، وفي الترجمة استخدمت حاجات من اليوم السابع. طيب ايه هي ميكانيزمات الدفاع او آليات الدفاع؟ دي الموارد اللاواعية اللي بيستخدمها الأنا عشان يقلل التوتر الداخلي. يعني ايه الأنا؟ وفقا لفرويد او نظرية التحليل النفسي، في أنا عليا وفي هو. الأنا عليا اللي هي السوبر ايجو، الهو اللي هو الإد. الأنا العليا أو السوبر ايجو ده عبارة عن التقاليد أو المثل العليا. ضدها بقى الهو اللي هو الإد، اللي هو الغرايز والرغبات المرفوضة مجتمعيا. اللي بيوفق ما بين الأنا العليا والهو هو الأنا اللي هو الإيجو. طيب الإيجو ده بيوفق ما بينهم، ساعات بيستخدم ميكانيزمات الدفاع دي عشان يقلل التوتر ما بينهم، عشان يحط شوية سلام في البيئة الداخلية للإنسان. أحيانا بيستخدم ميكانيزمات الدفاع دي. الإنسان لما بيعرف ميكانيزمات الدفاع اللي هو بيستخدمها بيزداد وعيا وبيفهم سلوكه بشكل أفضل. طيب هل ميكانيزمات الدفاع دي وحشة؟ لا، هو على حسب السياق وعلى حسب شدتها. هل هي بتساعد في التكيف ولا هي مال أدابتف سيئة في التكيف؟ آليات الدفاع أو ميكانيزمات الدفاع في منها بدائية وفي منها متطورة. أنا في الحلقة دي هتكلم عن البدائية أكتر، هم 10. أول واحد اسمه الفعلنة. احنا عارفة ان هي ترجمة غريبة جدا، بس هو اسمها بالإنجليش acting out. لما الواحد ميبقاش عارف يتصرف مع الصراع ما جواه بالافكار، وانه يعني يحط الافكار بتاعته في كلام، بيأكت اوت، يعني بيعمل سلوك. مثلا تلاقي شحط كده اللي هو لما يتضايق يروح محدف الحاجات على الارض ويحدف على الحيطة ده اكتنج اوت. ده ميكانيزم دفاعي بدائي اللي هو الفعلنة. في ميكانيزم دفاعي تاني هو التجنب او الافويدنس. بيبقى اكتر في اضطراب كرب ما بعد الصدمة اللي هو البي تي اس دي. في البي تي اس دي المريض بيتجنب الافكار او المشاعر اللي هي بتفكره بالصدمة اللي حصلت. هو مش بس بيحصل في اضطراب كرب ما بعد الصدمة او البي تي اس دي، هو بيحصل في امراض تانية، بس هو مرتبط اكتر باضطراب كرب ما بعد الصدمة. ده اللي هو التجنب او الافويدنس. تالت واحد معانا الكونفرجن او التحويل. ده بيحول المعاناة النفسية لمعاناة جسدية. يعني مثلا انا بدوخ لما بقرب من الجيم، ده ممكن يكون نوع من الميكانيزمات الدفاع البدائية. ده الكونفرجن او التحويل. رابع واحد الدينايل او الانكار. بينكر حقيقة خارجية وبيركز على تفسيرات داخلية. يعني مثلا واحد مديون ويروح يشتري حاجات غالية، ده عنده دينايل. يعني دي من ميكانيزمات الدفاع البدائية برضو. في بقى الايدنتيفيكيشن، او هي معناها الحرفي التعريف يعني. معناها ايه؟ معناها ليها اسم تاني برضو بالانجلش introjection. هتحسها ان هي عكس الاسقاط اللي هنقوله بعد كده اللي هو البروجكشن. identification او introjection او التعريف او ايا كان الاسم ليها، ده حد بيقلد شخص معين او جزء معين من شخصية. الشخص ده بيحاول يحول دوافعه وتصوراته عشان يبقى شبه الشخص محل الايدنتيفيكيشن او الانتروجكشن ده زي لجوء نفسي لشخص. بيحصل ان هو حد بيعمل كده مع حد من اهله مثلا، يعني بيبقى هو الشخص محل الايدنتيفيكيشن او الانتروجكشن. او بالنسبه لشخص مشهور، يعني هو بيبقى شبه الشخص ده، يا اما في شخصيته كلها يا اما في اجزاء من شخصيته. دي حاجه بتستخدم بشكل لا واعي الدفاع ده، وزي باقي الدفاعات برضه بتستخدم بشكل لا واعي يعني. وممكن مش شرط ان هي تتحول لشخص مشهور او فيجر او شخص كويس، لا دي ممكن تبقى زي متلازمة ستوكهولم لو سمعتوا عنها. اللي هو حد متلازمة ستوكهولم دول ببساطة كان في ناس مخطوفين، فهم ابتدوا يتعاطفوا مع اللي خاطفهم. هم فضلوا مخطوفين تقريبا 6 ايام، كانوا 4
ضحايا كان 4 ضحايا اختطاف، يعني هما ما اتقتلوش مقصودش. بس هما بعد كده بقوا متعاطفين مع الناس اللي خاطفينهم. فده يمكن جزء برضه، ده مثال لفكرة الايدنتيفيكيشن او الانتروجكشن. سادس حاجة البروجكشن او الاسقاط. مثلا واحد، ابسط مثال، واحد خان مراته فبقى مقتنع ان مراته هي اللي بتخون، او مراته هي اكيد خاينة يعني. ده اسقاط، واحد بيسقط اللي جواه على اللي قدامه. سابع حاجة الريجريشن او النكوص. يعني مثلا حد كبير عنده حاجة و30 سنة مثلا، ورجع تاني وهو نايم يبل السرير بتاعه بالليل. ده بيحصله زي نكوص لمرحلة أبدر لحاجة كانت بتحصل وهو طفل. ده النكوص أو الريجريشن. في الكبت أو الريبريشن. ده غير الريجريشن. ريجريشن نكوص، ريبريشن بالبي فور بن، ده كبت. حد مش فاكر الحدث الصدمة مع ان هو كان واعي تماما ساعتها، فبيكبت المشاعر، بيربرس المشاعر. في حاجة بقى اسمها سكيزويد فانتزي. سكيزويد اللي هو يعني ده يعني مثلا ايه، هما بيحلموا هما عارف اللي هو احلام اليقظة، اللي هو يحلموا ان الدنيا اتحلت بدل ما ياخدوا فعل في العالم. وفي ده بيبقى ساري اكتر او بيبقى منتشر اكتر في سكيزويد بيرسوناليتي ديز اوردر. اللي هو السكيزويد ده بيبقى مهتم اكتر بالانشطه اللي ما فيهاش اختلاط مع العالم. هو ليه الاحلام بتاعته لوحده. الانشطه حتى اللي بيختارها ما بتبقاش اجتماعيه او ما بتبقاش مع اشخاص تانيين. مش اي حد ما بيعرفش يندمج مع اللي حواليه بنقول عليه سكيزويد يعني. ده مجرد وصف لمرض او وصف الديز اوردر او متلازمه ليها الاعراض بتاعتها. يعني ما حدش يقول بس انا بحب الانشطه انا مش مع البني ادمين انا سكيزويد. ما ينفعش. دي مشكله ان الواحد يبقى قاعد في علم النفس او عمال يقرا فيه بشكل مش متعمق قوي، فبس في اي حاجه يقراها بس انا عندي اكتئاب، انا بتضايق وبتبسط، يبقى انا عندي باي بولر، والباي بولر مش كده مثلا يعني. فبس فمش اي عرض تقراه تلاقي نفسك في حته منه تبقى انت سكيزويد. دي جمله بس حبيت اقولها يعني. فده السكيزويد اللي هو اسمها بالعربي اضطراب الشخصيه شبه الفصاميه او الفصامينيه. بس انا يعني اللي افضله او اللي حاسه ان هو لاقي اكتر شبه الفصاميه، لان سكيزويد كلمه اويد اللي في الاخر دي اللي هو الشبه. فهو شبه الفصاميه بس هو مش فصامي. دي تاسع ميكانيزم دفاعي بدائي. اخر واحد في الميكانيزمات البدائيه السبليتنج. السبليتنج ده ايه؟ السبليت يعني ينفصل حاجتين. ده واحد مش متخيل، مش عارف يشوف الشخص اللي قدامه جواه الكويس والوحش. الناس بالنسبه له يا اما ملائكه يا اما شياطين، مش عارف يشوف شخص واحد جواه الاتنين. وده في العاده بيبقى في الاضطراب الشخصيه الحديه او اللي هو البوردر لاين. تمام، احنا كده خلصنا 10 ميكانيزمات دفاعيه البدائيه اللي انا بيستخدمها. لو حابين نكمل ونتكلم عن الباقي، عن الميكانيزمات الدفاعية اللي هي بقى المتطورة شوية، لو الموضوع عجبكم قولولي ونعمل عنه حلقة. بس كده، سلام.